بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما. هنعمل بقى النهاردة كيكة الجيلي بدون بقى فرن ولا اي حاجة كده في السريع. عندك بقى بسكوت وحبة لبن. هنا جبت كده باكيتين من البسكوت وكوب الا ربع من اللبن. ببدأ اجيب البسكوت كده واغطسها في اللبن بسرعة واقوم راح حاطاه كده رصاه في الصينية. هعمل طبقتين من البسكوت، اي نوع بسكوت بقى. واقوم بقى جايبة باكيت الجيلي ده فراولة، اي نوع بقى انت عندك بقى، ممكن تعملي مانجا، النوع اللي تحبيه. بجيب الباكت واقوم رايحة حاطة عليه نص كوباية مية سخنة. هو الباكت بيبقى مكتوب عليه تحط عليه كوباية مية سخنة وكوباية مية باردة. احنا هنعمله تقيل شوية، هنحط بس نص كوباية واقلبه كويس. وبعد كده اقوم رايحة حاطة نص كوباية باردة وبرضو اقلبه، وهسيبه بقى في جنب يبرد بقى خالص. بعد كده هجيب كوباية من الكريمة، جبتها هنا سايبة، ممكن تجيبي اللي هي الباكيتات، ممكن تجيبي حوالي باكيتين أو من 2 ل4 كده. واقوم رايحة حاطة عليها نص كوباية من اللبن البارد، لبن كان في التلاجة يعني. طبعا هنا السوائل قليلة فهتعمل فوم كتير وهتبقى معانا حلوة، عشان لسه هنحط عليها سوائل تانية. هقعد بقى اضرب فيها لغاية اما القوام بتاعها يتماسك خالص. اول بقى القوام بتاعها ما يتماسك والجيلي لازم يكون بقى برد بقى بدرجة حرارة الغرفة كده، هبدأ انزل بيه على الكريمة وهضرب بقى كويس لغاية اما الخليط يختلط كده ببعضه. القوام هنا هيبقى متماسك وسايل شوية، يعني مش هيبقى عامل زي قوام الكريمة، هيبقى سايل شوية بس متماسك. بعد كده بقى هجيب بقى الخليط اللي احنا عملناه، شايفين القوام بتاعه عامل ازاي، هجيبه بقى وانزل بيه على البسكوت وهوزعه كويس بقى على البسكوت كده. وهنهز الصينية كده ونخبطها لغاية اما الكريمة تتساوي خالص. هندخلها بقى التلاجة كده لمدة ساعتين لغاية اما الكريمة بقى تمسك نفسها وتجمد. واول ما ادخلها كده هجيب باكيت جيلي كمان وهحطله نص كوباية من المية السخنة تاني، واقوم رايحة مقلباها كويس بقى تدوب. وهحط هنا بقى كوباية من المية الباردة، يعني اول باكت حطينا نص ونص، احنا حطينا نص سخن وكوباية من المية الباردة، واقلبه بقى كويس واسيبه بجنب بقى يبرد لغاية اما الكريمة تجمد معايا زي ما انا قلتلكم ساعتين. وبعد الساعتين طلعتها كده ما شاء الله الكريمة كده جمدت، والجيلي كمان اللي احنا كنا عملناه كان برد. هبدأ بقى انزل بقى عليه بالسباتولا كده عشان منزلش عليه مباشر كده، تعمل اللي هي حفرة كده، فانزلي بقى واحدة واحدة كده على السباتولا لغاية اما توزع توزيعة حلوة ويبقى المنظر اللي انتوا شايفينه. وبعد كده هقوم مدخلها بقى التلاجة لمدة 3 ساعات، 3 او اكتر بقى زي ما تحبي كده، او الجيلي يتمسك، بس هي 3 كان ماسك وبقى تحفة يعني. وبعد كده بقى هبدأ بقى ان انا اقطعها وتتقدم كده طبعا بالشكل اللي انتي عاوزاه. انا عملتها هنا مربعات كده، بجد تحفة وجميلة وطعمها لذيذ في الحر اللي احنا فيه ده. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد، واستنونا الفيديوهات الجاية ان شاء الله. وفي اخر الكلام هقول سبحان الله وبحمده، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. متنسوناش من الدعاء في الايام المفترجة دي، وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.